السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايه لكم بوصفة ممتازة. لا، هي مش ممتازة وبس، هي فوق الممتازة بجد. يسلم اللي فكر فيها. طبعا زي ما احنا شايفين في الصاج هتفردي ومن غير ما تفردي فيه. بجد جميل جدا جدا وحلو قوي، ومش قادرة اقول لكم على طعمته وجماله. حتى السوا بتاعه، حتى طعمه، الطعم نفسه بجد تحفة. صلي على رسول الله وتعالوا هنشوف هنعمل ايه. هنعمل النهاردة بقى القراقيش. القراقيش سهلة جدا، وبدل بقى ما هتفضلي تفردي وتقطعي وتعملي، لا هنعمله في الصاج مرة واحدة تحطيه وكله هتقطعيه. وتعالوا بصوا بقى كده، يعني اهو ولا اسهل من كده. شايفين الجمال؟ ايه ده بجد حكاية. طب احنا هنفضل نتكلم كده ومش عارفين هنعمل ايه؟ لا، احنا هندخل دلوقتي على الوصفة على طول، بس نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تعالوا بقى نروح على المقادير وطريقة التحضير. هنا طبعا بوريكوا السوا وبوريكوا كل حاجة، عشان ما تقولوش ان انتوا في بداية الفيديو ما شفتوش السوا والكلام ده كله. لا، عشان تقدري تكملي الفيديو وانت مطمنة. شايفين؟ خلاص بقى يا صف، انت هتفضلي بقى تورينا واحدة واحدة لحد ما نخلص ولا ايه؟ لا، مش عايزة اطول عليكم. يلا نكمل الفيديو على طول. هنبتدي بقى مع بعض دلوقتي. هنضيف معلقتين من السكر بالشكل ده، وهضيف معلقة من الخميرة. حصل خير. هنا كنت عايزة اوريكم كيس الخميرة بس وقع مني. بصوا الكيس ده اهو حلو برضو قوي. طبعا بيبقى يدوب يعني معلقتين، خلي بالك. وهنضيف ربع كوباية من المية الدافية، وهنقلبهم كده مع بعض، وهغطيها واسيبها لحد ما اخلص الخطوة الجاية بالشكل ده. بص انا كده غطيتها، وهنخلص بقى الخطوة دي. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق. 2. طبعا انا حطيت واحدة ما عدتهاش، وادي التانية وادي التالتة. هضيف واحدة كمان. تمام. دي ايه؟ الرابعة دي انا ما كنتش ملياها قوي، كانت يعني اقل حاجة بسيطة. هضيف بقى معلقة من اليانسون ومعلقة من السمسم المحمص. عايزة اقول لكم اليانسون مع السمسم بجد رهيب، بيدي ريحة تحفة. كده اهو عملنا ايه؟ 4 كوبايات دقيق مع معلقة من اليانسون ومعلقة من السمسم. السمسم يكون محمص، وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده. عايزة تضيفي شمر وينسون ماشي، عايزة تضيفي ينسون بس ماشي، مش عايزة تضيفي حاجة من التلاتة خالص مفيش اي مشكلة. وهضيف بقى هنا كوباية من السمنة. وبصوا الزيت يعني يعتبر معلقتين كده من الزيت، ما ضفتش زيت كتير. ممكن تضيفي نص ونص، ممكن تخليها كوباية سمنة بس او كوباية زيت بس. بس الافضل تضيفي السمنة لانها بتدي طعم وبتخليه مرمل كده وجميل قوي. وهبتدي بقى ان انا اقلبهم. مش هقلب بقى ان انا بعجن، لا، انا هلمهم كده اكنك بصوا يعني احنا عايزين الدقيق كله بس ايه، يشرب كده من السمنة كده اهو بالشكل ده. تمام. هجيب بقى الكوبايه اللي احنا سايبينها بتاعه الخميره اهو. بصوا عامله ازاي، طبعا كده ان الخميره ممتازه. وهبتدي بقى ان انا طبعا زي ما قلبت قبل كده، وهبتدي ان انا اعملهم بالشكل دوت. طبعا مش تقليب ان احنا بنعجن زي ما احنا قلنا.
هبتدي الم بس كده. وطبعا انا كده لسه هحتاج ميه كمان، لكن هقول لكم احتاجت قد ايه لان للاسف الكاميرا فصلت. هنا هضيف كمان شويه من الميه. اسفه بقى الناس اللي مش حابه موضوع العجن بايدي ده، انا بصراحه يعني مش بعرف اعمل غير كده لان الجوانتي بيضايقني. ضفت بقى ايه، ربع كوبايه ميه كمان، طبعا على حسب الدقيق معاكي. هنا بس هسيبها تريح حاجه بسيطه. تمام، يعني انا سبتها حوالي 10 دقايق. خلصت بس المواعين اللي عندي، وبعدين بدأت بقى كده اهو. شايفين الصاج ده 30 في 40. هبتدي بقى افرد اهو، ولا محتاجة نشابة ولا اي حاجة خالص. عندك نشابة استخدميها، عندك النشابة اللي هي الصغيرة دي استخدميها، ما عندكيش بايديكي على طول. بس عايزة اقولك حاجة، هتتفرد معاكي بالشكل ده لما تسيبيها ترتاح. لو ما ريحتيهاش مش هتتفرد معاكي بالطريقة دي، ومش هتاخد الصاج كله. فالافضل انك تسيبيها ترتاح عشان تفرد كده معاكي بكل سهولة. وهنا طبعا بتبقى حلوة جدا في ايه، يعني حتى لو اتقطعت معاكي او حاجة ما تقلقيش، برضو افضلي كملي كده. وهتلاقي جزء من فوق عالي وجزء واطي بالشكل ده، فتحاولي ان انت تسويها بايديكي زي ما احنا شايفين كده اهو. عايزه اقول لكم بقى بجد والله ريحتها فظيعه، ريحتها حلوه جدا. عايزه اقول لكم يعني من المخبوزات اللي بتبقى ريحتها حلوه قوي، وانا بحب جدا المعجنات بتبقى حلوه قوي. ريحتها في البيت جميله جدا، وتحسي بدفى كده سبحان الله. احب افكرك انك تذكري الله. بصوا كده اهو، انا بعمل كمان الجوانب عشان اظبطها تبقى متسويه اهو بالشكل ده. هنا انا عماله اشوف الجزء عالي جزء واطي كده، وبحاول ان انا ايه اظبط الدنيا كده اهوت. هضيف بقى شويه كده من السمسم على الوش، وكمان بايديا كده. وهحاول ان انا ايه مش هضغط قوي، يعني انا بس احاول بس ان انا اخلي السمسم يكون ثابت على العجينه. تمام اهو، بلمسه بسيطه كده. وبس كده. هنا بقى هنبتدي ان احنا نقطع التقطيع اللي تحبيه، المهم ان هو في الاخر يديكي شكل القراقيش. بس عايزه اقولك بالسكينه افضل. انا هنا عملت اللهم صل على النبي، بالقطاعه اللي هي بتاعه انا ناسيه المهم ان انت تعمليها بالسكينه افضل عشان يظهر معاكي الشكل النهائي بتاع القراقيش. انا هعرفك برضو في الاخر اقصد ايه. هنا بقى بصوا قطعت بالشكل دوت، وهبتدي بقى اسيبها تخمر. عايزه اقول لكم بجد تحفه جدا. بصوا هنا بعد ما خمرت هبتدي بس ايه رشه بسيطه جدا من اللبن، يعني يا دوب معلقتين كبار كده من اللبن، وهعملهم على الوش عشان الوش بتاعهم يبقى حلو واحمر كده. عايزه اقول لكم القطاعه اللي انا كنت بقطع بيها دي بتاعه التجليس بتاع التورت، بس الافضل انك تقطعي بالسكينه زي ما قلت لك عشان يظهر معاكي فعلا ان هي قراقيش. عشان بص هو الطعم جميل جدا. تمام، بس هقولك برضو في اخر الفيديو ايه اللي ما عجبنيش، بس دوت مش من الوصفه خالص. الوصفه كلها ممتازه، والمقادير حلوه جدا مظبوطه. وكمان عجبني التسويه حلوة قوي بجد. بس كده، وهندخلها الفرن بقى. طبعا انا مشغله الفرن سخن معايا وبقى كويس جدا. هدخله بقى ونشوف بعد ما يخرج الشكل بتاعنا النهائي الجميل هيبقى عامل ازاي. بس قبل ما ندخلها الفرن اوريكم الخطوه البسيطه. ان احنا هنا انا بصوا كمان كنت بحاول ان انا برضو ااكد على التقطيع، لان كنت قلقانه بصراحه.
فبدأت ان انا بالسكينة حاجة بسيطة كده ودخلتها الفرن. وبصوا بقى بعد ما خرجت الشكل الجميل بتاعنا بقى عامل ازاي. بجد حلوة جدا وتحفة، وكمان مش هابط ولا حاجة، لا هو خمر وخد وقته. بجد حلو قوي. تعالوا بقى حتى لما نيجي نطلعه كده من الصاج. بصوا بقيت اطلع كده اهو. طبعا هو لسه سخن، احنا المفروض نسيبه شوية، بس انا بصراحة كنت مستعجلة ان انا كان ورايا لسه حاجات تانية. بصوا التسوية بتاعته عاملة ازاي اهي. وطبعا سهل جدا وهتعمليه بكل سهولة، ومش هياخد معاكي وقت خالص. احنا بقى ولا عجلنا جزء جزء ولا حاجة خالص، بالشكل ده اهو. بتفكيها وبتبقى سهلة جدا معاكي اهي، وما بياخدش وقت منك. وتعالوا بقى اقول لكم اللي انا مش حباه ايه، وده طبعا مني انا. هنا ان احنا واخدين طبعا على القراقيش نفسها بتبقى من الجوانب مقفولة. بصوا هنا من الجوانب مش مقفولة، لكن ده من موضوع السكينة. لكن الطعم حلو جدا، التسوية حلوة قوي، التخمير ممتاز. يعني كل حاجة الحمد لله كانت الخطوات كلها ممتازة والمقادير مظبوطة وكل حاجة تمام. اتمنى ان انتوا تعملوه، تكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني باللايك الحلو. وكل عام والجميع بخير. طبعا رمضان على الابواب، ويا رب ربنا يسعد الناس كلها بحق الايام المفترجة يا رب العالمين. بحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله. ما تنسوش فرحوني واكتبوا لي كومنت حلو. السلام عليكم.